وصفتنا النهاردة من قلب المطبخ التراثي الفلسطيني الأصيل لإخواتنا وحبايبنا وأهلنا فلسطين الكرام. هنعمل المجدرة الفلسطيني على أصولها. هنحتاج في الوصفة بتاعتنا دي بصل كتير، من 4 ل5 بصلات كده كبار، يعني أنا استخدمت هنا بصل متوسط الحجم، وبدأت إن أنا أقطعه كده شرايح رفيعة اللي هي شرايح جوليان بالشكل ده. اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا هي البصل. خلصت كل الكمية بالشكل ده، وجبت بقى حلة كبيرة كده وانزلي بقى فيها بشوية زيت زيتون بكر يتحمل درجة الحرارة، وانزلي عليها بقى بالبصل بتاعنا. حمري بقى البصلاية لحد ما تاخد لون ذهبي خطير بالشكل ده. عندنا كوباية من العدس بجبة المنقوع لمدة من 6 ل8 ساعات، وغسينه كويس جدا ومتصفي. هننزل عليه بالبصل بتاعنا كده نشوحه، وهروح بقى حط عليه كوباية مية سخنة، وهسيبه بقى يغلي على النار. كوبايتين من الرز البسمتي المغسول كويس جدا ومتصفي، وهنزل بقى عليهم كده واحط عليهم البهارات، ملح وفلفل اسمر و7 بهارات وشوية كركم صغيرين، وقالب ماجي اختياري ياخد معيار الرز عادي خالص، وغطيه وسيبيه يستوي. شوية بصل كده كنت عيناهم على جنب، حطيت عليهم معلقة نشا وحمرتهم في شوية زيت علشان يبقوا مقرمشين كده، عشان هو ده اللي انا هعمل بيه البرزنتيشن بتاع الطبق. طبق سلطة بقى، الطماطم بنقطعها مكعبات، ده بيبقى جنب المجدرة خطير. بدأت ان انا اجيب من 4 ل5 طماطمات كده وقطعتهم مكعبات وسط، يعني لا كبيرة ولا صغيرة. خلصنا كل الكمية بالشكل ده. وهاتي بولة بقى وحطي بيها الطماطم، وعندنا شوية بقدونس مغسولة بقى وقطعناها بقى قطع صغيرة. واللي هيفرق معاكي بقى في الطعم قوي هو النعناع. برضو جبت ورقتين من النعناع قطعتهم برضو قطع صغيرة، وبس كده. وكده السلطة بتاعتنا تبقى بجاهزة. انزلي بقى كده بخلطة السلطة، وده البرطمان اللي احنا عملناه مع بعض قلتلك عينيه في التلاجة، هبقى احط لكم الفيديو في اول كومنت. وعصرة ليمونة بقى كده، واحلى سلطة مجدرة هتاكليها في حياتك. ابدأي كده بقى، انزلي بالمجدرة بعد ما اتشمعت مفلفلة وريحتها خطيرة وتجنن. انزلي بقى بالسلطة كده والبصل المحمر المقرمش، خطيرة بسيطة اقتصادية. تحية طيبة لأهل فلسطين الكرام. جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير. باي باي.